بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكون كلكم بخير ان شاء الله وفي احسن حال. صلوا معايا كده على النبي وحطوا لي كومنت حلو كده صلوا فيه على النبي. واللي يلزموا اي سؤال يا جماعة انا اجاوب عليه. وشكرا على كل واحد وواحدة بتكتب لي تعليق على اي فيديو بنزله. شكرا شكرا ليكم. انا دلوقتي الحمد لله انا عندي صحيح 250 مشترك بس كأنهم عندي 250 ألف بجد والنعمة، لان انا حاسه ان دي حاجه بتعبي ومجهودي، فبالنسبه لي حاجه كبيره قوي. فشكرا لكل اللي بيكتب لي تعليق يا جماعه، ربنا يبارك فيكم يا رب. النهارده ان شاء الله حبيت اوريكم هنعمل ايه قبل ما ندخل دوره الكتاكيت ان شاء الله، عشان انا قايله لكم قبل ما اجيب كتاكيت هقول لكم ان انا هجيب كتاكيت. طبعا انا اتصلت الصبح على الدكتور البيطري وبحجز كتاكيت، قال لي انا هنزل النهارده، فانا مضطره ان شاء الله ان انا اجيب النهارده. فقلت يلا ان شاء الله ايه بالبركه كده نجيبهم باذن الله. البطاريات طبعا اللي انا صورتها وزمان الفيديو طبعا نزل لكم. اللهم صل على النبي. البطاريات اللي انا صورتها وطهرتها، دخلت البطاريه اللي انا بحضن فيها وسبت التانية بره لان فيها شويه تعديلات كده عايزه اعملها. هنعملها ان شاء الله ونخلصها وندخلها برضو الاوضه. انا دخلت طبعا اللي انا بحضن فيها، دخلتها وركبت ده يا جماعه. ده شبك البطاريه ده اللي بنحضن عليه، عشان يا جماعه اللي لسه اول مره يعرف الحكايه ديت اهوت. ده السلك الكبير اللي بعد فتره التحضير بنشيل السلك ده. السلك ده خرامه كده صغيره، تمام، والسلك اللي تحت اكبر اوسع، تمام. فده سلك التحضير بتاع الكتاكيت. الكتاكيت بنحضنها مثلا لمدة 15 يوم، لا قبل 15 يوم، يا دوبك بتكمل 10 ايام، وممكن كمان بسم الله ما شاء الله لو لقيتي الكتكوت حلو معاكي بتشيليه كمان قبل العشر ايام. فده بنحضن عليه الكتاكيت معانا، وبعد كده بنشيله وبنسيبهم على السلك الواسع ده، تمام. ركبت طبعا اللمبات بتاعتي. كانت في واحده من المتابعين حبيبتي كده بتسالني بتقولي إيه يا فاطمه انتي بتدفي الكتاكيت بايه في البطاريه؟ بدفيهم بلمبات يا جماعه. اللمبات ديت بتطلع حراره، ليه اللمبات العاديه ديت اللي هي 100 واط او 200 واط دي بتطلع حراره بتدفي الكتاكيت. طبعا ده في الايام العاديه، تمام. طيب احنا دلوقتي في الشتاء يا جماعه والجو بيبقى برد جدا قوي بالليل، طبعا انا مضطريه اكيد ان انا هشغل تدفئه ازاي غير اللمبات كمان. أنا ان شاء الله هركب شعلة. هجيب شعلة دلوقتي واطلعها واحطها هنا. شعلة كده بتبقى بأنبوبة، هوريها لكم بإذن الله دلوقتي. هجيبها ادخلها وهوريها لكم برضو عشان تبقوا عارفين هي شكلها ايه. وطبعا ان شاء الله برضو هقول لكم طب انت لو ما عندكيش الشعلة دي وهتدفي الكتاكيت تدفيهم بايه؟ هتدفيهم بلمبة زي دي. طبعا اللمبة زي دي مش هتقضي، ممكن تركبي لهم لمبتين او تشيلي اللمبة ديت وتحطي لمبة 200 تزودي الاضاءة عندك، تقوم التدفئة تزيد اكتر، تمام. وممكن كمان برضو الشعلة يا جماعة العادية خالص اللي هي الشعلة اللي موجودة في أي بيت، وبالذات اللي موجودة في الأرياف دي بتبقى معروفة جدا يعني. وإن شاء الله لو شفت واحدة كده هصورها لكم. بس الشعلة اللي عندي مش شكلها قوي، شعلة تدفئة فعلا يعني. بتشغليها وتحطي حاجة فوقها كده بحيث إن هي إيه ما توزعش يعني توزع الحرارة في الأوضة كلها، مش تنزل الحرارة لتحت بس، تبقى في الأوضة كلها، تمام. هي دي ممكن مصدر التدفئة اللي انت تدفيه بيهم في الشتاء، في الساعة قوي اللي احنا فيها دلوقتي. لكن اللمبات معايا مش هتكفي بالليل لان الجو برد بالليل، فانا مضطرة ان انا اشغل شعلة بالليل. وبالنهار عادي ممكن اكتفي باللمبات بس لو لقيت الجو حلو زي النهارده كده، اكتفي بس باللمبات بتاعتي، تمام. طبعا انا لسه برضو هركب لمبات تانية، بس هي دي اللي باقيين عندي من الدورة اللي فاتت، لمبة واحدة بس ديت، لما عندي باقي لمبات من دي تانية اللي هي اللمبة العادية اللي بتطلع إضاءة بس اللي زي دي. لا أنا مش محتاجة من دي دلوقتي، أنا محتاجة من اللي بتطلع حرارة ديت. فأنا إن شاء الله هجيب لمبات من دي دلوقتي برضو وأنا بره، وهركبها كمان، يعني هجيب كمان 2 عشان يبقوا 3 لمبات في البطارية من فوق. هنجيب الكتاكيت طبعا من البيطري، وساعة ما هجيبها برضه هوريها لكم ان شاء الله باذن الله. وهقول لكم سعرها كام، سعر الكتاكيت النهارده باذن الله. انا سامعه كده ان هي نازله يعني، والدكتور بيقول لي ب26. الله اعلم لما اروح هناك هيقول لي هي بكام. قال لي برضه لما تيجي ان شاء الله هنشوف سعر الكتاكيت كام ونتحاسب على كده. فان شاء الله اما اجيبهم بامر الله هقول لكم برضه انا جبتهم بايه، ونبدا مع بعض دوره جديده يا جماعه. واللي طبعا عايز يجيب برضه
كتاكيت معايا ويبدا معايا دوره، مفيش مشكله انك تجيبه بكره او بعده، هتلحقي معايا فتره التحضير وهتعرفي معايا الخطوات اللي بنعملها اول باول. لو لسه اول مره تبتدي وتعملي، هاتي لك 5 كتاكيت 10 كتاكيت على قدك في المكان المتوفر عندك. عندك حته صغيره في البلكونه، عندك بوكس صغيره، هاتي على قدها واشتغلي معايا وشوفي انا بحط ايه، وحطي زيي، اعملي زي كده، وان شاء الله باذن الله هتبقى احسن فراخ موجوده عندك. وطبعا اللي لسه بيتابعني واللي معايا في الفيديو يشترك في القناه، وتنسوش اللايك. اللايك يا جماعه مش بفلوس، بالله عليكم اعملوا لي لايك كده عشان الفيديو يرتفع ان شاء الله، ونوصل اللي احنا عايزينه، ونوصل لعدد المشتركين اللي احنا عايزينه. ربنا يبارك فيكم يا رب. كنت عايزه اقول لكم كمان انا بستعمل علف ايه، عشان برضو في ناس سالوني. انا بستعمل العلف ده يا جماعه، علف اسمه النور والبركه اهو. انا كنت بستخدم علف تاني، بس النور والبركه ده انا شغاله بيه كام دوره اهوت وكويس معايا، فانا شغاله بيه تمام. تمام. طبعا العلف اللي موجود في كل بلد عندنا غير التاني. يعني انت ممكن يكون عندك علف مش موجود العلف ده اصلا، تشتغلي بيه، تسالي عن احسن نوع علف موجود عندك وتشتغلي بيه. الفراخ البيضه بالذات يا جماعه عايزه علف كويس. لو فراخ بلدي مش هقولك لا، مش مشكله اي علف موجود، لكن الفراخ البيضه لا، لازم أن يكون علف كويس عشان تجيب معاكي موازين كويسه وتمشي الدوره معاكي كويسه. دي كمان شكل البطاريه يا جماعه بتاعتنا كده، هي دورين اهيت بس بسم الله ما شاء الله بتاخد معايا حوالي 50 فرخه. 50 فرخه، وممكن احط فيها 55 و60 فرخه. بس انا لا، العدد ده بالنسبه لي بقى كويس وهي مستوعباه، فانا بكتفي بال50 فرخه. وساعات كمان بشيل من ال50 فرخه احط في البطاريه التانية اللي انا عاملاها الجديده التانية دي. تمام. وتكلفة البطارية يا جماعة للناس اللي بيسألوا عليها، كل بطارية مش شكل البطارية التانية، يعني على حسب مقاسها. يعني في واحدة بتسألني هي البطارية دي بكام، او يعني تعمل لها كام فلوس. الله اكبر والعزة لك يا رب. طبعا يا جماعة انا حاطة القماش اللي فوق الدفايات دي حاجات قديمة عندي كده، حطاها عشان احكم التدفئة برضو بتاعة البطارية. الاسبوع الاولاني اكتر اسبوع يعني بتبقي عايزه تدفي فيه الفراخ قوي، وفي نفس الوقت يعني التهويه تبقى بسيطه جدا. تمام، عشان ما ياخدوش منك برد. بعد كده لازم أن تبقى التهويه دي حاجه اساسيه معاكي، عشان الفرخ والاسهالات والبرد والحاجه دي تهوي وتدفي في نفس الوقت. لو قدرتي تعملي الحاجتين دول مع بعض كده ان شاء الله هتاخدي دوره ناجحه باذن الله، وهيكون الفرخ معاكي نسبه تحويله 100%، وهيطلع على شهر زي ما بنطلع الفراخ كلها ان شاء الله باذن الله. انا بعت الفراخ بتاعت الدوره دوكها على 32 و33 يوم. كانت الفراخ بسم الله ما شاء الله عطياني وزن 2 كيلو و2 كيلو و100. تمام. وكانت في فراخ 2 كيلو وربع و2 كيلو ونص. تمام. يبقى اهم حاجه معايا تدفئه الفراخ، وبالذات في الفتره الاولانيه ديت اهم فتره، الاسبوع او ال10 ايام الاولانيين تمشيهم صح مع الكتكوت او الفرخ بتاعك، هيديكي تحويل حلو قوي. تمام. وانا معاكم واحده بواحده باذن الله، وهنشوف كل حاجه. واللي هيحصل معايا هتابعه معاكم. واللي عايز يسالني عن حاجه وعنده كتكيت وعايز يسالني عن حاجه يسالني، اتفضل في التعليقات، وما تنسوش تكتبوا لي تعليق يا جماعه واللايك للفيديو. تمام. تعالوا ما اوريكم كمان بقى الشعله اللي انا بقول لكم عليها. هي دي يا جماعه الشعله، استنى كده اوريها لكم كمان اهي يا جماعه. بصوا بسم الله، بس عايزه اقلبها بس كده عشان تشوفوا ايه اللي تحت. اهيت يا جماعه، دي شعله برضو، ربنا يبارك له برضو جوزي اللي عاملها لي. اهيت اهي. بولع بقى الشعله من هنا وديت عشان الحراره ايه تتوزع صح في الغرفه كلها. تمام. انا بقى الشعله التانية العاديه بتبقى زي دي كده بقى وليها رجول كده. انت بقى ممكن تجيبي حاجه فوقها زي دي كده، تثبتي حاجه عليها من فوق كده، بحيث ان هي برضو ايه توزع الحراره. تمام. وفي ناس ممكن بتحط على الشعله دي كمان حله فيها ميه بحيث انها تدفي وفي نفس الوقت تحافظ لي على الرطوبه كمان اللي في الاوضه. تمام. وده الخرطوم بتاعها طبعا. هجيب لها انبوبه دلوقتي واركبها فيها برضو واجهزها انها تبقى جاهزه عشان اشغلها ان شاء الله باذن الله لما نجيب الكتاكيت. انا كده يعتبر خلصت كل اللي انا عايزه اقوله. يا رب ذكرني لو في حاجه نسيتها، ولو اي حد عايز يسالني عن حاجه يتفضل في التعليقات يكتبها لي. ما تنسونيش يا جماعه باللايك وشير واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله باذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.